ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشرح ازاي نعمل بلوكينج المربع الجراني. يعني ايه بلوكينج المربع الجراني؟ بلوكينج يعني فرد التنايات اللي موجوده في مربع الجراني. طبعا واحنا شغالين مش كل المربعات بتبقى نفس المقاس، ساعات بيبقى مربع مثلا عامل كده مش مظبوط، يعني هو مش بيبقى متظبط، بيبقى احسن حاجة. يعني مش بتبقى كل المربعات رغم ان احنا بنشتغل نفس الغرز بنفس الخيط وكل حاجة بتبقى متظبطة، فبنحتاج ان احنا نعمل لها عملية بلوكينج علشان نقدر يبقوا كلهم مفرودين بنفس الشكل ويبقى سهل علينا تثبيتهم. فانا دلوقتي هقول لكم طريقتين. طبعا الطريقة اللي هي بالمشد عادي اللي احنا بنشتريه ده طبعا مربع جراني معمول له بلوكينج، وده مش معمول. ده مشد بيه كده بنفس الطريقة كده، بيبقى معاه عصيان زي دي كده بنقدر نثبت عليها مربع الجراني. طيب انا هعملها ازاي؟ انا باجي على المربع بتاعي كده واثبت طبعا في الفراغات في الزوايا بتاعتي الاربع زوايا في القاعدة كده، وكمان هاجي هنا. طبعا انتي هتظبطي تبدأي تثبتي الاربع جوانب بتاعت مربعات الجراني بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغلها دي. كده انا خلاص ثبته، كل مربع هشتغله هحطه في الاربع جوانب كده. طيب بعد ما ثبته هعمل ايه؟ هبدأ ارشه. انا حاطه هنا في البخاخ ميه ومعاها منعم اقمش، هبدأ اديله بختين كده وهسيبه لحد ما ينشف. بعد ما ينشف هبدأ اشيل العصيان عادي واشتغل بيه، هيبقى مظبوط ومفروض معايا زي ما وريتكم في اول الفيديو. طب انا دلوقتي ما عنديش القاعدة الخشب دي او المشد الخشب دي، هل ممكن هقف؟ لا مش هقف خالص. دلوقتي هوريكم ازاي ممكن نعمل مشد بخلة الشيش طاووق او بعصيان الشيش طاووق. بص انا عندي قطعة فلين زي كده، هي مش مظبوطة بس انا حبيت اوريكم عليها الفكرة، وانتي لو عندك اي قطعة مربعة هتعرفي تشتغلي عليها. لما حطيت قطعة الفلين هبدأ اجيب عصيان الشيش طاووق واسحب المربع في الاربع جوانب اللي انا عايزاه. ثبت الاربع جوانب برضو بالبخاخ بتاعي، هرش ميه ومعاها منعم اقمشه، ميه بس مفيش مشكله، وهسيبه خالص لحد ما ينشف، هيطلع معايا مظبوط وزي الفل، واقدر اشبكه بقى في اكتر من مشروع في اكتر من شكل. شير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم فيديوهات جايه تاني ان شاء الله.